شفت الشاب اللي من غزة ده لما رجع بيته لقى ايه في بيته؟ شوف كده. يا رب لك الحمد والشكر يا رب. يا الله، دقات قلبي، دقات قلبي، مش مصدق، اقسم بالله مش مصدق ان انا رجعت على الظهر. ظهرنا خراب، خراب كثير ومدمر شبه كلي، بس مبسوط 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 جدا جدا انه انا رجعت للدار. اقسم بالله العظيم عندي اياها احسن من قصور الدنيا كلها. دارنا في شمال غزة. يا الله، مصحف. يا الله، شوفوا الآية يا جماعة، شوفوا الآية اللي لقيتها بالصدفة، أقسم بالله بالصدفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، الله أكبر، يا رب لك الحمد. أقسم بالله وذلك هو الفوز العظيم، أقسم بالله وذلك هو الفوز العظيم. هي دارنا يا جماعة. في معاني كتير قوي واقنعه كتير سقطت ووجوه مشوهه اظهرتها الحرب ومفاهيم مغلوطه حاول الطابور الخامس وحلفاء البعدة بثها والتاكيد عليه. لولا الحرب دي كانت في دول هتطبع. اللوبي بتاع البعدة في دول الغرب تراجع نفوذه بشكل كبير والقضيه كسبت ملايين الداعمين ليه. الدماء سالت بالالاف، ربنا يرحمهم. لكن هسال سؤال، لو انت بجوار الكعبه وفي حد يحاول يمسها بسوء، هل ما عندكش استعداد تضحي بنفسك واهلك في سبيل انك تحافظ عليها؟ وهل الاقصى لا يستحق ذلك؟ الله يحفظكم ويرحم شهدائكم. خلص الكلام.